كنت فاكر ان البرمجة صعبة ومحتاجة عباقرة. تعال اقولك على 3 خطوات لو مشيت عليهم هتتعلم اسرع من اي وقت فات، ونصيحة مني ركز في كل كلمة. بس قبل ما اقولك على الخطوات دي لازم تسمع الجملة دي وتحطها في دماغك. البرمجة مش بس كود، الكود بيمثل بس 20% ان لم يكن اقل من البرمجة ككل. واول خطوة لازم تعرف اكتر عن البرمجة وايه هو سبب وجودها وحلت مشاكل ايه بالظبط في حياتنا وازاي اتبنت اصلا وبقى في حاجة اسمها برمجة. وكل ده هتعرفه من خلال بعض المواد من كليه كمبيوتر ساينس. وقبل ما تقفل الفيديو هتلاقيني سايب لك لينك فيديو بتكلم فيه عن رحلتي والمواد اللي انا ذاكرتها. تاني خطوه وهو انك تختار لغه برمجه تتعلم بيها اساسيات لغات البرمجه زي المتغيرات والداتا تايبس والفانكشنز واللوبس. وطبعا هتحل مسائل بروبلم سولفنج علشان تتاكد من مذاكرتك وتطبيقك على الاساسيات دي. تالت خطوه واللي كتير بيغفلوا عنها والوقت بيفوتهم مع التطور اللي بيحصل حاليا، وهو ان الطلاب بيختاروا التخصص ولكن مش بيطبقوا عليه بمشاريع تثبت مستواهم ومنافستهم في سوق العمل. لازم التطبيق العملي بالمشاريع علشان تبني البورتفوليو او معرض الاعمال والسي في بتاعك يكون قوي جدا. لايك وفولو وتحول لمبرمج.